تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يتزامن مع ذكرى العاشرة لوفاة أحد قامات أغنية الشعب في الجزائر الأيقونة الشيخ الهاشمي قروابي. ومن المعارض المنظمة واحد لقطع وأغراض لم تكن تفارق الراحل كمذكراته وعطوره وغيرها. من كان يتخيل أنه سيتعرف على أقرب الأشياء إلى عبقري الشعب الراحل هشمي قروابي، عطره، بدلته، وحتى مذكراته الشخصية متواجدة هنا لتعود بنا إلى العصر الذهبي لأغنية الشعب. Vraiment, ça nous a fait un grand plaisir parce que هكذا c'est pour prouver aux gens يعني باللي que mon père malgré qu'il soit mort mais il est toujours vivant يعني عند قلوب الناس. Et c'est très beau. Oui, c'est toute une vie qui a remué يعني on a revu tout notre passé يعني عشنا في الماضي تاعنا وفي الذكريات ça a fait remuer quelques trucs enfin mais quelques trucs, beaucoup de trucs, toute une vie. J'étais ravie de voir son exposition. Je tenais vraiment à voir ce qu'il a fait. Même son écriture m'a beaucoup plu. Il m'a fait rappeler mon père. Voilà, parce que mon père c'est Sidi Ahmed Serré. Et on est un peu dans la même trempe de la musique. Il avait la même écriture, c'est formidable. الهاشمي قروابي أسطورة فنية في تاريخ الأغنية الجزائرية، بصوته الشجي وفنه الأصيل عبر الحدود الوطنية. فروائع قروابي ألهمت فنانين في مجالات عديدة وفي بلدان عدة. لي موندول هذوما تاع الهاشمي قروابي حكمت واحد خدمته سوا معاه يعني ايدونتيك مي على حسب ما شفت انا عندي بزاف ما حبيت نخدم كما تاع الهاشمي يعني الاوريجين بغيت نخدمو. كي جيت عاودتني مدام قروابي جيت لهنا شفت الموندول تاعو كي شفتو بيان مي بصح ان شاء الله بربي ان شاء الله نخدمو ايدونتيك قاعدين. الله يبارك على كل حال. انسان هاشمي قروابي حفاظ وعنده صوت حنين. صوت موهبه يعني فريمون ومحبوب. فرحانين كي رانا مارسنا في الاوماج ديال الحاج الهاشمي القروابي. تمنيناه يعودوا عندنا هادوما بصح. هاشمي القروابي عنده قيمه ملي كان حي، هو بقيمته وهو اللي كان يحيي التراث في الغناء الاندلس الشعبي والكلام اللي كان يغني كلام ملتزم. رانا مفتخرين خاطرش رانا مازال حي معنا، خاطرش الاغاني ديالو راه موجوده معنا، البصمات موجوده في هذا المتحف في هذا قصر الثقافه. كل ما هو تقليدي جبناه، ما جبناش العصرانه، جبنا كلش تقليدي خاطرش الهاشمي القروابي وليد الجزائر العاصمه وعاش في التقاليد ولازم نخلوهم غنى على التقاليد وحيا على التقاليد. سنوات تمضي على رحيل قروابي، عملاق أغنية الشعب الذي احتل قلوب أجيالا من عشاقها. ترك بصمة من الأناقة كانت تميزه كفنان متألق، وترك وراءه مدرسة يسير اليوم على خطاها العديد من الفنانين. وللحديث إذن أكثر عن هذا المعرض المميز وعن الأسبوع الثقافي الذي يتزامن مع ذكرى العاشرة لرحيل الأيقونة الهاشمي قروابي، تحضر معنا السيدة شهيرة قروابي أرملة الراحل ومديرة الجمعية الثقافية الهاشمي قروابي. مرحبا بك سيدتي في النشرة الثقافية لقناة زير نيوز. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. إذن حدثينا أكثر عن هذا الأسبوع الثقافي. تابعنا قبل قليل روبورتاج حول واحد من أهم المعارض، أيضا معرض عن الأغراض الشخصية للهاشمي قروابي. نعم، الجمعية الثقافية الهاشمي قروابي التي تأسست في 2012 وهي صحيح. من أحد أهداف الجمعية هو الحفاظ على التراث الشعبي وديوان الحاج الهاشمي قروابي اللي كان خدمه. وهذه السنة 17 جويلية اللي تتزامن مع يوم اللي توفى فيه الجمعية أصرت مع أعضاء الجمعية والمحبين ووزارة الثقافة عملنا إحنا أسبوع ثقافي اللي راح يكون من 17 ل 21 جويلية، وفيه عدة معارض مختلفة وفيه عدة نشاطات، منها معرض خاص به، خاص بديوانه، خاص بالأغراض الشخصية ديالو. ومن أجمل المعارض
حدثينا أكثر عن هذا المعرض الذي يقدم ربما الجانب الشخصي للأيقونة الهاشمي قروبي والذي لم يكن يتعرف عليها الجمهور. قبل كل شيء أريد أن أقول أن هذا المعرض عملناه بكل حب وإخلاص، ونظن لذلك يعني كان نال هذا النجاح. وإحنا يعني أنا كنت حافظ على كل كبيرة وصغيرة خلاها في البيت، ويعني كي لحقوا 10 سنوات أنا قلت ولا بد أن نقدمها للجمهور والمحبين. وهذا المعرض يعني كان ليه إقبال كبير من عند الجمهور، وكان يعني الافتتاح كان هائل، وهكو شفتوا كي صحيح يعني وكل النشاطات والمعارض متواصلة لغاية أسبوع كامل. اليوم أقيمت ندوة نشطها رئيس المجلس الوطني للفنون والأداب عبد القادر بن دعماش، وتم التطرق من خلالها إلى أبرز محطات حياة الفنان الراحل منذ دخوله إلى عالم الفن. المحاضرة نلقيوها هنا في قصر الثقافة، فائدتها وشنو هي؟ فائدتها باش نظهروا هو معروف بزاف في التاريخ، وان تسجل اسمه في التاريخ يعني من الباب الواسع، ونظهروا شخصيته كيفاش مكانته في التاريخ مقابل مطربين واحد اخرين كبار، مقابل مؤسسي هذا الميدان هو الشيخ الحاج محمد العنقا، حاج مريزق، كلهم هادو، حاج منور، كلهم هادو الشخصيات هادو الكبار اللي اسسوا هذا النوع قبله. وهو واش زاد مع شخصيات واحده اخرى اللي احتك بهم، مثلا محي الدين بشترزي، مثلا حاج مريزق اللي هو خدع عليه كثير، وفي الاخير محبوبتي اللي عطالو هذيك البعد نقدر نقول العالمي. سيدة قروبي، ربما الهاشمي قروبي رحمه الله كان مبدع شامل وفنان شامل، كان عنده علاقة وطيدة مع المسرح، لكن الجمهور الجزائري وما يعرفه أكثر كفنان. ما هو السر؟ الهاشمي قروبي حقيقة هو كان بدا في المسرح، ولكن كان كتب أول أغنية له اللي كتبها ولحنها كان في عمره 16 سنة، أغنية بلقاكي السق مسعدي اللي كان نال بها نجاح كبير. كانت عنده 14 سنة كان يعني نال على جائزتين في مهرجان مسابقة الأغنية. وبعد ذلك يعني هو دار عدة مسرحيات واحتك كما كان نشوفه قال الأخ عبد القادر بن دعماش مع أكبر يعني ممثلين، رويشد، توري. وهذا الشيء من بعد يعني من بعد الملاقاة مع محي الدين بشترزي اللي دخلوا في المسرح، من بعد هو صاب انه مولوع كثير بالغناء، كان مولوع بالحاج مريزق كما كان يقول، خدع عليه يعني عدة اشياء، لكن من بعد صاب اللي هو كان لازم خدا طريقه وحده، ما قعدش يقلد في الحاج مريزق، خداه كنموذج، ولكن عمل طريقه بهذا الشيء. ومن بعد ولا يكتب ويلحن وتلاقى يعني في ذاك الوقت مع اكبر ملحن محبوب سفرباتي، اللي كان يعني غنى الا المحبوب سفرباتي، ولا الكلمات اللي كتبها هو ولحنها، والمسيره الفنيه تاعو يعني كل واحد يعرفها، اللي قعد يعني طوال 50 سنة فوق يعني ربما قريبا سنكتشف كل هذه التفاصيل من خلال عمل سينمائي، حيث كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن التحضير لمشروع سينمائي عن حياة الهاشمي قروبي ومحطات مهمة في رحلة إبداعه. ونعرف أن الجمعية بادرت إلى وضع مشروع كهذا، والمشروع قائم. نحن طبعا لن نتأخر في دعم عمل احترافي يخص فنان كبير يستحق أن تظهر حياته في فيلم روائي، يجب أن يكتب بطريقة مهنية تحترم سيرته ومسيرته وذاكرته وفنه، وأن ينجز بطريقة طبعا مهنية حتى يكتب له النجاح، وأن يشاهده عموم الجزائريين، خاصة الأجيال الجديدة التي لم تعرف الهاشمي عن قرب. سيدة شهيرة، ربما حدثنا أكثر عن هذا العمل السينمائي، وهل تم التواصل معكم ربما لاكتشاف أكثر الجانب الشخصي والعائلي لراحل الهاشمي قروبي؟ يعني الهاشمي قروبي هو يعني فنان عملاق من أحد عمالقة الفن الجزائري، والجمعية كانت يعني اتصلت بوزارة الثقافة ومعالي وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي قد يعني استقبل الفكرة يعني بفرح وأعطانا الموافقة، ولكن احنا
يعني وزارة الثقافة وجمعيتنا احنا راح نأكدوا أننا لازم نحتكوا بمختصين وناس اللي يكونوا يعني ضروري ويعني والفنان هذه هي يعني الواجهة الأخرى تاع الفنان، لازم يعني نحكيوا على كل يعني مقاطع الحياة والمسيرة ديالو. إذا لم يتم الشروع في تصوير الفيلم ربما؟ يعني كنا خدينا بعض مع ناس، خدينا كده ولا شفنا مع ناس صورناهم، خدينا دي تيمونياج، بصح مازال يعني لو بروميي تور دو مانيفال هذا وين هل سيكون فيلم روائي طويل ام سيكون ربما عمل وثائقي؟ لا، الأعمال الوثائقية كاين بزاف اللي يعملوها، احنا حبينا نعملوا فيلم طويل كما نعملت في مصر ولا في الخارج يعني في أوروبا، شخصيات كبيرة، وكما معالي وزير الثقافة قال لي أكيد يعني لازم نعملوا له هذا المشروع، وإن شاء الله يكون في مستوى قمة الحاج الهاشمي قروابي. جميل جدا، بالتوفيق لهذا العمل السينمائي. إذا في ذكرى رحيل الفنان الهاشمي قروابي نأخذكم في جولة إلى المكان الذي يحتفظ بذكراه، وبالضبط إلى حي بالكور العريق، حيث ما يزال سكان الحي يحفظون كل أغانيه ويرددون معظم قصائده، وأرجاء المكان وآزقته تحكي حكاية مبدع حي بفنه بعد 10 سنوات من رحيله. البارح ومبعوث زبتي فارح. لكل فنان حكاية، ولكل حكاية بطل يزين تفاصيلها. هنا بين أزقة حي بالكور بالعاصمة، في مقاهيها وفي كل مكان لا تزال روح الراحل الهاشمي قروابي حاضرة كحضور فنه والذكريات الجميلة في ذاكرة جمهوره. هاشمي مات على الغنى تاعو ما يموتش. هاشمي مازال الناس تسمع له، دوك تسمعوا. وشعبي مهما كان ما يراش. شعبي يقعد شعبي. شوف الغنية نتاعو اللي ديرها تجيك في الراس. مازال 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 في الليل ندير اليوتيوب ونسمعوا غير هو اخو. بصح الحاج قروابي مازال على كل حال، مازال الناس تسمعوا، مازال قرون، مازال كيما لازم الحال الله يرحمه على كل حال، بصح مازال نتسمعوا. مازال في القهاوي تلقى القصايد تاعو في كراس الناس يسمعوا اللي يسمعوا الشعبي كاع يسمعوا. الغنى نتاعو ينداق كما تحب، ينداق باي طريقه هواوي كما حبيت. يحفظون أغانيه ويرددون قصائده باستمرار، أما قصة حياته ونضاله في عالم الإبداع فليس هناك أفضل منهم لروايتها. هو الله يرحمه، بصح الغنى نتاعو لا ما شكاتش. تتفاصل حومته هو على كل حال تربى في بيلكور سيفري وكملها في سوسطارة. راك فاهم شيخ؟ هو تبع أصحاب الفن والدنيا وبدا سي نورمال، فهمت؟ هو ديجا قروابي مع الأول ما كانش غناي، فهمتني؟ واش كان يدير مع الاول؟ كان يمثل، واكتشفوا شكون اللي اكتشفوا بسطرجي، فهمتني؟ شاف عنده ينبال بوا والدنيا وكذا ارماه في الشعبي وسياه كيما لازم الحال. وقاري قروابي قاري العربيه مليح شيخ، وعنده خاوته تسمى عاشوا هنا تانيك ولادو راك فاهم؟ اي سنك تعرف تحطه بشرح ماتوا نسمعوا حنايا كاع القصايد تاعو شابين سيتو الغرامي يا خويا، حاجه فور فيها. الاغنيه تاعو البريفيري تاع بالك كانوا فيها 120، هذيك هي الاغنيه تسمى تاعو اللي ديما راه بها كنا حنا ديجا شغل نتبعوها بزاف. ببساطة هكذا هم الكبار يرحلون لكنهم يظلون بأعمالهم وإبداعهم الخالد. إذن 10 سنوات تمر والعلاقة الجميلة بين الراحل هاشمي قروابي وجمهوره لا تزال. سيدة شهيرة، ما هو سر هذه العلاقة الجميلة بين الراحل وجمهوره وتمسك الجمهور الجزائري بهذه القامة الفنية الكبيرة؟ يعني هذه شهادة حية من عند يعني أولاد بالكور واللي نشكرهم الكل. الهاشمي قروابي لأنه كان فنان، كان صادق في كل أعماله، في كل شيء اللي كان يقوله، وكان حتى هو كان يقول لي حتى ولو كان يعني مريض ولا عيان، ولكن كي يكون قدام الجمهور تاعو كان يقول لازم نمثلهم أحسن ما عندي، والجمهور ما نقدروش نخدعوه، وكانوا يحسوا هذا الصدق وهذا يعني الشيء الجميل اللي كان يحب يمده لهم. والفنان هذا هو الفنان، ولو الجسد يرحل ولكن الأعمال هو خلد أعمال يعني بالقلم الذهبي في تاريخ الثقافة الجزائرية، وهذا يعني وهذا مازال يعني الأعمال تاعو مازال إن شاء الله في الأعوام المقبلة راح تزيد تبان ويزيد يعني يبان الشيء اللي خلاه لأنه مدرسة، والمدرسة عمرها ما تزول.
جميل جدا، شكرا جزيلا سيدة شهيرة قروبي على كل هذه التوضيحات والمعلومات. إذا مشاهدينا الكرام، طبعا الهاشمي قروبي سيظل أيقونة من أيقونات الفن الجزائري. في موضوع آخر